لو سمحت يا اخي مفضل اتفضل. انا موافق. دولة روسيا تحتاج. احنا بنرحب بالدكتور سليم في لندن. اسمك من فضلك؟ دكتور حازم الرفاعي. انا برحب بيك في لندن كرجل تهتم بالشأن العام، ومن يهتم بالشأن العام ويخرج من اطار ذاته هو انسان يؤدي دور عظيم في الحياه تجاه الاخرين. الحقيقه برحب بيك برضه في بريطانيا اللي هي البلد المستقره المفاهيم في التقاليد الديمقراطيه. وعايز اقول لحضرتك على مثل شهير يمكن ناس كتيره هنا ما تعرفوش في انجلترا عن سقطات السياسيين. كان هنا في هذا البلد رجل بارز اسمه إنوخ باور. كان هذا الرجل مرشح ان يكون قياده حزب المحافظين، والقى خطابا شهيرا عام 68 في مؤتمر محدود الحضور عن دخول الأجانب إلى بريطانيا، واشتم في خطابه شكا في عنصريته. أنا أذكر هذا المثل لأنه في التاريخ المصري الحديث الرئيس أنور السادات في خطاب علني قال: أنا بقول له شنودة مصر بلد إسلامية وهتفضل إسلامية. وأنا شاهدت هذا الخطاب بنفسي، كنت شابا صغيرا. أنت تعاملت في قناة الجزيرة مع أحمد منصور بشكل أنا لا أتهمك بمعاداة الأقباط المصريين، لا أتهمك بهذا، ولكني أرى أن السياسي الحصيف هو من يتأهب ويكون حريصا في ردوده على من يحاوره. وقد زلت قدمك في هذا اليوم زلة كبيرة، فشعب مصر أقباط مصر يمثلون من 10 إلى 15% من شعبنا، وهم أهلنا وأبائنا وجسورنا إلى تاريخنا القديم. ولذلك فأنا مندهش من أنك تتقدم إلى المقعد الكبير وهو مقعد الرئاسة. شكرا. قالوا انه لا يوجد انسان معصوم من الزلل، ولكن انا لم ازل مع احمد منصور، وانا قلت قدام حضرتك الان وقدام السيده الفاضله اللي بتبرق لي بعينيها وبتطلع عينيها للسما دي، انا قلت قدام حضرتك وبقول قدام الخلق كلها ان الامر لو عاد على بدء وسالني احمد منصور عن تفتيش الكنائس هقول ايوه لازم تفتش، ولو سالني احمد منصور عن سلاح في المساجد او الكنائس هقول موجه للطرف الاخر في المعادله المصريه. انا ليس عندي مجامله في مصلحه الوطن، انا ارى مصلحه الوطن برؤيه عيانه. قد اكون مخطئا ومن حق الناس كلهم انه يقولوا انت مخطئ، لكن مش من حق اي حد انه يقول لي غير عقيدتك. الفتنه الطائفيه كانت لا يا حبيبي.